في عام 1931 ظهر مصطلح The American Dream أو بما معناه حلم الفرد الأمريكي، واللي كان عبارة عن قائمة بأشياء لو حصل عليها الفرد الأمريكي في حياته لكان يعتبر ناجح في نظر المجتمع. كان يترأس القائمة امتلاك الفرد الأمريكي لعقار خاص فيه أو منزله الخاص به، وهون ارتبط نجاح الفرد الأمريكي بامتلاكه لعقاره الخاص أو منزله الخاص. لكن هاي الفكرة مو بس لدى الشعب الأمريكي، بل معظم شعوب العالم سواء كانت العربية أو الأجنبية. فامتلاكك لمنزلك الخاص يعد من قمة النجاح مثلا في بريطانيا. وهون يجي واحد من أفضل المجالات لدخول عالم البزنس، وهو مجال العقارات. فمجال العقارات يا صديقي المشاهد ما بدأ من 30 40 أو 50 سنة مثلا مثل التجارة الإلكترونية، بل المجال العقاري هو مجال أزلي بدأ منذ وجود الإنسان وراح يبقى للأبد. فطالما الإنسان موجود مجال العقارات موجود. وهون معلومة مهمة جدا جدا جدا، لأنك لو دخلت مجال العقارات بالعقلية السليمة والمعلومات السليمة والفعل السليم فنسبة نجاحك مضمونة 1000000%. لأنه مجال العقارات دائما يوجد جمهور مستهدف، دائما يوجد أشخاص يريدون شراء العقارات، دائما يوجد ناس يريدون بيع العقارات. لذلك إذا أنت دخلت هذا المجال بالطريقة الصحيحة فضمان نجاحك 1000000%. لذلك بهذا الفيديو راح ندخل مجال العقارات الواسع والعظيم جدا، كيف تدخل هذا المجال وكيف تنجح فيه، وإيش المعلومات اللي لازمتك إنك تنجح بهذا المجال. وهذا الفيديو كمان أول فيديو في سلسلة جديدة سميناها مجال ناجح، واللي راح نتكلم على مجالات مختلفة خلال الأشهر القادمة، كيف تدخل هاي المجالات وتنجح بهاي المجالات، وانت تختار المجال اللي يناسبك حتى تدخل فيه للتجارة وعالم البزنس. فإذا أنت مو مشترك إيش قاعد تنتظره؟ روح فجر الاشتراك، لأني أوعدك إنك راح تستفيد. انشر هذا الفيديو لأصحابك، خلي هم كمان يستفيدون. وخلونا نبدأ بالتفاصيل. أول شي راح نبدأ بإيجابيات وسلبيات هذا المجال حتى أنت تعرف إذا هذا المجال مناسب لك، حتى تقيس الإيجابيات والسلبيات وتاخذ القرار إما تدخل هذا المجال أو ما تدخله. طبعا إيجابيات هذا المجال كتيرة ولا تحصى صراحة، لكن أكبر إيجابية هي المبالغ المهولة اللي أنت راح تحكي عنها إذا دخلت هذا المجال. فعالم العقارات ضخم جدا، في عقارات تنباع ب100,000 200,000 300,000، كمان في عقارات تنباع بمليون مليونين 3 ملايين، في عقارات تنباع ب20 30 وحتى 40 مليون. فحط في بالك إذا أنت دخلت على هذا المجال الأرقام راح تكون فلكية. يمكن بالأول راح تكون كبيرة عليك، لكن كل ما مشيت ومشيت وصار عندك خبرة أكتر وأكتر هاي الأرقام راح تكون جزء لا يتجزأ من يومك. وإيجابية تانية كما قلنا أنه هذا المجال نسبة نجاحك كبيرة إذا أنت دخلت بالمعلومات الصحيحة ودخلت المجال بالطريقة الصحيحة. وكمان إيجابية تانية وهي العلاقات. فإذا أنت دخلت على هذا المجال علاقاتك راح تكون كبيرة، علاقاتك راح تكون واسعة، يمكن تصل حتى إلى بلدان تانية وحتى إلى قارات تانية إذا أنت نجحت بهذا المجال. طبعا السلبيات، واللي هي صراحة يمكن سلبية واحدة بالنسبة لي، واللي هي الصبر والوقت. في ناس دخلوا مجال العقارات وصبروا لسنوات حتى نجحوا، وفي ناس دخلوا طبعا سنة سنتين ونجحوا. لكن فيديو لليوتيوبر العظيم محمد النحت واللي الفيديو كان يقول كيف تكون مسوق عقاري، الناس اللي دخلوا مجال العقارات قال على الأقل تعطي وقت 10 سنين حتى تجني ثمار تعبك. هون لبعض الأشخاص يمكن تكون سلبية وكان لازم أقولها، هي أنك لازم تكون صبور صبور صبور، يعني الصبر ثم الصبر ثم الصبر حتى تنجح بهذا المجال. يمكن تنجح شهر وشهرين، لكن الأغلبية يقولون الصبر ثم الصبر. طبعا مهارات والصفات اللي انت لازم تكتسبها قبل دخولك لهذا المجال هي 5. هاي ال5 صفات إذا كانت عندك نسبة نجاحك ترتفع، إذا ما كانت موجودة انت روح اكسب هاي الصفات والمهارات وبعدها ادخل لهذا المجال
حتى تضمن نجاحك أكثر وأكثر. أول صفة هي تنظيم وقتك، تنظيم يومك بالكامل. هذا الوقت راح أقضيه مع العملاء، هذا الوقت راح أشوف بيوت، هذا الوقت راح أشوف المشتريين، هذا الوقت راح أشوف البائعين. يعني مثال، إذا أنت تاخذ موعد مع أحد المشتريين فلازم تنظم وقتك بناء على هذا الموعد. لازم تكون عند المشتري بالموعد المحدد والمتفق عليه، يعني ما فيك تتأخر نص ساعة أو ساعة أو ساعتين. فتنظيم وقتك ضروري جدا جدا لاكتساب العلاقات والنجاح بهذا المجال. المهارة الثانية في هذا المجال اللي انت لازم تكسبها هي التسويق. التسويق، لأنه شغلك هو كله مبني على التسويق، فمهارة التسويق ضروري انت تكتسبها. والوصول للبائعين والمشترين يعني طريقة مختلفة تماما، لذلك عملية التسويق انت لازم تكون ملم بهاي العملية، تروح تتعلم التسويق إذا انت ما تعرفه وتدخل لهذا المجال، وهيك راح تنجح أكثر وأكثر. إنك تكون مفاوض جيد، طريقة كلامك تكون جيدة، مظهرك يكون جيد، تعرف تتكلم مع الناس، تعرف تسأل الأسئلة، تعرف تجاوب أسئلتهم. لأنه هذا المجال هو يعني مبني على التفاوض، هو مبني إنك تقرب وجهات النظر بين البائع والمشتري. لذلك إنك تكون مفاوض جيد هو يعني من أساسيات دخولك لهذا المجال. ومهارة التفاوض يمكن إنك تكتسبها يعني بطرق كتيرة. تشاهد مثلا فيديوهات يوتيوب تعلمك كيف تفاوض، تروح تدخل دورات عن التفاوض، في كتب كتير تكلمت على التفاوض، منها influence، منها how to win friends and influence people، وكتاب تاني كمان 50 different ways on how to say yes. هاي الكتب راح تساعدك انك تكون مفاوض جيد، راح تساعدك انك تكتسب هاي المهارة لدخولك لهذا المجال. الصفة الرابعة وهي الصدق. لازم تكون صادق مع العميل ولازم تكون صادق مع المشتري. وطبعا هاي كمان إذا أنت ما كنت صادق مع الاثنين أو الطرفين يمكن تجيك يعني مشاكل قانونية ما بدنا إياها. لذلك كن صادق مع المشتري ومع الزبون. والصفة الخامسة واللي مثل ما قلنا هي الصبر. الصبر الصبر الصبر. إذا أنت بدك تدخل هذا المجال وتنجح فيه لازم تكون صبور. ودائما حط ببالك إنه مجال العقارات فيه خير كتير، في يعني مصاري كتير، في فلوس كتير. لذلك استمر وستنجح بإذن الله. الآن كيف تدخل لهذا المجال؟ كل شيء قلناه بالفيديو إلى الآن كان عبارة عن تمهيد لدخولك لهذا المجال، تعريف المجال والصفات والمهارات اللي انت تحتاجها لدخول هذا المجال. الآن كيف تدخل لهذا المجال؟ طبعا في طريقتين لدخول لهذا المجال. الطريقة الأولى هي أنك تشتري عقارات وتبيعها أو تستأجرها، تشتري وتبيع وتستأجر، تشتري تبيع وتستأجر. لكن هاي الطريقة محتاجة رأس مال ضخم جدا جدا حتى تنجح فيها. فإذا مثلا حطيت كل مصاريك ورأس مالك في شقة أو في منزل وخسرت فيه، يعني هيك خلاص ضاع كل رأس مالك وتعبك. لكن إذا أنت معك رأس مال ضخم ويعني كبير كتير ففيك تدخل لهذا المجال بهاي الطريقة، أنك تشتري تبيع تستأجر، تشتري تبيع وتستأجر. لكن إذا كان رأس مالك محدود أو إذا ما كان عندك رأس مال أساسا فالطريقة الثانية هي أفضل لك. الطريقة الثانية لدخول مجال العقارات هي أنك تكون مسوق عقاري. طبعا المسوق العقاري هو بين البائع والمشتري، هو يقرب وجهات النظر من البائع والمشتري حتى يصير الاتفاق وانت تاخذ نسبة معينة من البيعة. والنسبة الدارجة عالميا هي ما بين 1 إلى 3% من نسبة البيعة. وكيف تكون مسوق عقاري من $0، يعني ما عندك ولا شيء، $0، انك تروح للمكاتب العقارية والشركات العقارية اللي بمنطقتك وتحكي لهم اعطوني المنازل اللي عندكم المعروضة للبيع، اهدوني اياها وانا راح اجيب زبائن ومشتريين لهذا العقار، واذا اشتروا من طرفي انا اخذ عمولتي واللي هي 1 إلى 3%. وهون انت لازم تحترف التسويق العقاري. كان المهارات الاساسية لدخول هذا المجال هو معرفتك بالتسويق. الجمهور المستهدف لمنازل حقهم 100 200 300 ألف
غير الجمهور المستهدف اللي بدهم منازل بقيمة ملايين الدولارات مثلا. هذا الجمهور يختلف على هذا الجمهور. فإذا أنت دخلت للمجال كمسوق عقاري لازم تحدد الفئة اللي أنت راح تستهدفها، لأن استهدافك لجميع الناس غلط كبير. كل شيء له جمهوره مستهدف خاص فيه. يعني منزل بقيمة 100,000 مو كل الناس جمهور مستهدف لهذا المنزل. فمثلا لازم تحدد أهدافك، تقول أنا بهاي السنة بدي 150,000 من مجال التسويق العقاري، كيف بدي أصل لهذا الرقم؟ فإذا قلنا أنه عمولتك هي 1.5%، فلازم أنت تبيع 10 عقارات بقيمة 1,000,000 خلال سنة كاملة. بس تبيع 10 عقارات خلال سنة حتى توصل لهدفك واللي هو 150,000 دولار. يعني صدقني هم يعني في مجال العقارات يتكلمون بالملايين مو بالمليون، بالملايين. لذلك لا تخاف من هاي الأرقام. والعلاقات مثل ما قلنا ضرورية جدا 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 في التسويق العقاري. يعني العلاقات هي اللي راح تجيب لك بائعين، العلاقات هي اللي راح تجيب لك مشتريين. فعلاقاتك ضرورية جدا، انك تبني علاقات قوية، انك تبني علاقات متينة، حتى اذا الناس فكروا يبيعون او يشترون اي عقار انت اول واحد يجي في بالهم. ولازم تعرف كيف تتعامل مع الرفض. فمثلا اذا العميل اجا وقال انا ما بدي اشتريه، تسأله عن السبب. لا تقول له ايه خلاص تمام خلنا نروح لمنزل تاني. لا، اسأله عن السبب. ايش السبب الرفض؟ ممكن نساعدك لنغير رأيك. ايش هو الرفض؟ يعني اسأله دائما اللي هو يحتاجه. ليش يرفض؟ خلنا نساعده، خلنا نتفاوض مع البائع ونشوف اذا نزلنا السعر. فمثلا اذا المشتري اجا وقال والله الديكور ما عجبني، الديكور شوي قديم، فانت ما راح تقول ايه والله مزبوط خلنا نروح لمنزل تاني، يعني عادي اذا ما بدك. لا، ايش الديكور اللي بدك؟ ايش هو مثلا الحديث القديم؟ ايش هو تفاصيل الديكور اللي انت بدك اياه؟ وانت راح تروح للبائع تتكلم مع البائع، يا اما تغير الديكور او تنقص من قيمة الصفقة. لذلك خلك دائما مرن، خلك دائما تكون مفاوض جيد. وابدا لا تسأل اسئلة يعني جوابها نعم او لا. دائما اسأل اسئلة مفتوحة، خلي العميل يتكلم، وكل ما تكلم معك العميل يزداد ثقة فيك. والثقة هو مفتاح هذا المجال. لازم العميل يثق فيك، لازم البائع يثق فيك. الآن كيف تسوق لنفسك؟ هو التسويق، انت عملت التسويق، مثلا استهدفت الجمهور المستهدف الصحيح وكتبت اعلان جيد وكتبت يعني حملتك الاعلانية جاهزة. هلا وين تسوق؟ في بلدان كتير إلها مواقع خاصة بالعقاريين. يعني انت روح وحط حملتك الاعلانية واعلانك في هاي المواقع العقارية الضخمة في منطقتك. فمثلا حراج بالسعودية وديبوزيل بمصر ودبي، هاي المواقع يعني تقريبا هي المواقع الضخمة العقارية. روح انشر اعلانك هنيك وشوف التفاعل. ولازم تراقب حملتك الاعلانية. وطبعا اذا انت ما عارف هاي المواقع اللي في منطقتك، فمثلا انت عايش بمنطقة تانية، بس روح ابحث بيع او شراء عقارات في منطقتك، وراح تجي مواقع كتيرة. ادخل هاي المواقع، انشر اعلانك، بلش التفاوض مع الناس. فهيك انت راح تبني علاقاتك، وكمان راح تنشر اعلانك بهاي المواقع. محرك بحث جوجل او الجوجل ادسنس، طبعا انت راح تروح تعمل اكاونت على الجوجل ادسنس، تحط اعلانك فيه، يعني تدفع شوية مصاري، هي مو كتير. فهون جوجل ادسنس راح يحط اسمك كأول اسم لما الناس تجي وتبحث على مفردات انت حطيتها بالاعلان. فمثلا انت لما تعمل الحملة الاعلانية تكتب مفردات او تحط مفردات لما الشخص يبحث عنها في جوجل انت تطلع له اول شيء. محركات بحث جوجل وتطلع اول اسم، يعني صراحة طريقة جيدة جدا يستعملوها المسوقين العقاريين في جميع انحاء العالم، حتى يكونون أول شخص لما الشخص يبحث بيع أو شراء عقارات في منطقة. وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، الانستغرام هي من أشهر المواقع. حتى تويتر صراحة يعني من أفضل المواقع للمسوقين العقاريين، حتى يحطون إعلانهم هنيك ويعملون حملة إعلانية بالمواقع. الناس تتفاعل كتير بمواقع التواصل الاجتماعي،
وطبعا أغلبية جمهورك المستهدف قد يكونون على السوشيال ميديا. فأنت بناء على جمهورك المستهدف وموقع جمهورك المستهدف أنت راح تختار مواقع التواصل الاجتماعي. فمثلا ببريطانيا هون الانستغرام وسناب شات دارج بقوة، في السعودية مثلا الفيسبوك والانستغرام، دبي الانستغرام. فحدد جمهورك المستهدف، وبناء على جمهورك المستهدف ومناطقهم انت راح تختار الموقع التواصل الاجتماعي اللي يناسبهم. واخر نقطة بالتسويق كيف تسوق لنفسك ولخدماتك هي عن طريق المعارف والاصدقاء. كما قلنا المعارف ناس تروح تتكلم عليك خدمته جيدة لا خدمته سيئة، هذا الإنسان مفاوض جيد، هذا الإنسان يعني مسوق جيد، الناس تحكي عنك. لذلك الناس والأصدقاء إذا رضيوا عليك فهم مسوقين يعني جبارين لك ولتحسين علاقاتك في المستقبل والتسويق لك. طبعا هلا راح نحكي نقاط مهمة جدا قبل ما انت تختار هذا المجال وتدخل فيه، نقاط انت لازم تستوعبها قبل الدخول لهذا المجال. لذلك لازم تسمع هاي النقاط وتحدد ما إذا كان هذا المجال مناسب لك أو لا. مجال العقارات واسع جدا جدا جدا، ففي هذا المجال في ناس يعني تربح 2000 شهريا، وفي ناس تكسب 20,000 شهريا، وفي ناس حتى تكسب 200,000 شهريا، لأنه كله على حسب شغلك أنت كم بعد وكم. مثلا في شهر يمكن تبيع 10 عقارات وفي شهر تاني ما تبيع ولا شيء. لذلك لازم تعرف هذا المجال واسع وراح تنجح فيه إذا دخلت هذا المجال صح. ولازم الصبر 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 واكتساب الخبرة. انت لما تدخل هذا المجال راح يكون صعب عليك، لكن مع الوقت راح تكتسب خبرة أكتر وأكتر. لذلك لازم تكون صبور. فالصبر واكتساب الخبرة هم من أساسيات هذا المجال. النقطة الثانية وهي إنك تختار فئة واحدة، فئة محددة من الناس. ما تروح مباشرة على الناس اللي بدهم منازل بقيمة عشرات الملايين، هاي راح تكون صعب عليك لأنه عقليتهم مختلفة، طريقة كلامهم مختلف. لذلك لازم تتعود على الفئة الأصغر منهم، تدخل محدد فئة واحدة بس، انجح بهاي الفئة اكتسب خبرة وبعدين توسع، انجح بهذيك الفئة الثانية وتوسع أكتر، فانجح وتوسع، انجح اكتسب خبرة وتوسع. فتحديدك لفئة واحدة مهم جدا لضمان نجاحك. فإذا انت اخترت الفئات كلها ضمان فشلك راح يكون أكثر من ضمان نجاحك. وآخر نقطة وهي الاستمرارية. كما قلنا لازم تكون صبور واستمر بهذا المجال، وإن شاء الله راح تنجح وراح تكون من أصحاب الملايين. وهون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبك. إن شاء الله في فيديوهات تانية مستقبلا إذا بدكم راح ندخل في تفاصيل أكثر عن التسويق في هذا المجال، كيف نعمل التسويق بهذا المجال وننجح بالتسويق. لكن هذا الفيديو ينتهي هون. فجر الاشتراك واللايك. شكرا للمتابعة، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.